أحمد محمد سيد معلم مشروع حاضر على المتهم الثالث وحاضر طلب البراءة تأسيسا على أولا دفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة وعدم قيام دليل على اشتراكه فيه. كما دفع معلم الشار ببطلان التحريات لكونها غير جدية ولابتنائها على مصادر سرية غير مشروعة وغير موثوقة. كما دفع معلم الشار ببطلان إجراءات العرض القانوني، ودفع بانتفاء أركان الاشتراك في الجريمة. وكما طلب البراءة تأسيسا على الشك يفسر لصالح المتهم. ثالثا معلم الشار دفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة استنادا إلى اعتراف المتهم الرئيسي، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيق التحريات. كما دفع بعدم معقولية دور التأمين المنسوب للمتهم، ودفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة استنادا إلى شهادة المجني عليه وتحديده لمسار البناء عقب ارتكاب الجريمة. كما دفع أخيرا معالي المستشار بانتفاء تواجد المتهم على مسرح الجريمة استنادا إلى مقطع الفيديو المقدم للنيابة العامة وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم. معالي المستشار بخصوص الدفع الأول، تعلمنا أمام معاليكم أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين والجزم لا الشك والتوهم. إن الثابت من أقوال المتهمين الرئيسيين معالي المستشار أنهم لا يعرفون المتهم الأول، المتهم الثالث محمد رجب، ولم يذكروا اسمه في اعترافات النيابة العامة. صف 28 معالي المستشار بعد إذن عليك، حين ذكر المتهم الأول في صف 28 واتفقنا أنا ومحمد يوسف ندخل نثبت الراجل اللي قاعد في المحل. وسئل معالي المستشار في صاد 29 وهل ثمة أشخاص اشتركوا معك في ارتكاب الجريمة؟ عشان لما يجي مجري التحريات ويقول إن أنا كنت شريك في الجريمة، النيابة العامة فطنت لهذا السؤال وسألته للمتهمين: وهل اشترك معك أحد في ارتكاب الجريمة؟ قال له جيم أنا ما كانش معايا غير محمد يوسف بس. ولما اتسأل معايا المستشار في صاد 31 ما طبيعة علاقتك، ده بيسأل المتهم الأول، ما طبيعة علاقتك بالمتهمان اللي جه اسمهم في التحقيقات محمد رجب ومحمد يوسف؟ قال له محمد يوسف ده صاحبي أعرفه عن طريق ابن خالتي، لكن التاني ده ما اعرفوش. ماشي؟ لما اتسأل المتهم الثاني محمد يوسف عن فارس وعن المتهم الثاني في صاد 35 اتسأل نفس السؤال مع المستشار، قال له جاي جيم قال لك فارس ده اعرفه عن طريق ابن خالته، لكن محمد رجب ده انا ما اعرفوش. بقي سؤالا مطروحا امام عدلكم: باي ذنب وقفت مده 5 شهور في غيابه الجب؟ كما ان المجني عليه نفسه معالي المستشار بعد ان تعرف على الجنان الحقين، بعد ان اتتهم تاشيره من النائب العام باعاده العرض القانوني واعاده سؤال المجني عليه واعاده سؤال ضابط التحريات، دي مش قضيه. صدر 64 معالي المستشار في محاولة العرض الأولى فقام بالإشارة إلى المتهمان فارس محمد عارف ومحمد يوسف معوض، وأنكر معرفته بباقي الأشخاص اللي بتضم محمد رجب وأمناء الشرطة وباقي الأشخاص اللي كانوا موجودين في العرض القانوني. وأضاف معالي المستشار في صفحة 65 الصفحة التالية له بأن محمد رجب لم يكن متواجد على مسرح الجريمة وليس له دور في الواقع. وسئل في نفس الصفحه عن دور محمد رجب، وكيل النيابه بيتحقق منه تاني: طب ايه رايك؟ طب دور محمد رجب ايه في الواقع؟ انت المجني عليك، انت اللي مسروق، دور محمد رجب في الواقع. اجاب في نفس الصفحه التاليه: هو ملوش اي دور وانا مش بتهمه لاي اتهامات، ولو المحكمه حبت تتثبت مما ادلاه امام النيابه العامه فنحن نطلب وبشده حضور المجني عليه سؤال. معالي المستشار وكانت حنكه وكيل النائب العام حين ساله في صف 66: ما قولك في محضر العرض الاول اللي انت قلت ان محمد رجب هو المتهم، انت ايه رايك في محضر العرض ده في صف 66 المؤرخ يوم 26/8؟ قال انا اتعرفت عليه لاني شفته شبه المتهم الحقيقي، بس لما شفت المتهم الحقيقي اتعرفت عليه. معالي المستشار وساله في ذات الصفحه: ما قولك بما جاء باقوال فارس محمد عارف؟ فارس نفسه لما اتسال في التحقيقات قال له ايه رايك في محمد رجب؟ فارس قال ان دور محمد رجب معدوم، هو والعدم سواء. قال له ايوه الكلام ده مظبوط، هو فعلا ما كانش موجود وليس له دور بالواقع. معالي المستشار الاصل في الانسان البراءه ولا يجوز ادانته الا بناء على ادله قاطعه ودامغه لا يداخلها الشك. وتعلمنا من عدل معاليكم ومن احكامكم المسطره انه لا تضير العداله افلات مجرم من القضاء، ولكن يديرها الافتئات على حريات وحقوق الاخرين. معالي المستشار اما بالدفع ببطلان اجراءات العرض القانوني، ان المجني عليه معالي المستشار تعرف على محمد رجب في العرض الاول
ولكن بعد تعرفه على الجناه الحقيقيين عاد ونفى اي صله بالمتهم بالجريمه، وهو ما يثبت ان التعرف الاولي جاء نتيجه التباس وخطا في التقدير. في صوت 66 معالي المستشار ما قولك في محضر العرض اللي ذكرناها قبل كده معالي المستشار، قال لك عرفت الجناه الحقيقيين، لما عرفت على الجناه الحقيقيين مش هو ده اللي سرقني، وثابت في مقطع الفيديو ده حتى في الملاحقه معالي المستشار لما قال لك ان بعد الواقعه طلعت اشوفهم مشوا فين؟ قال لك مشوا ناحيه المتين، ولم يذكر ان ثمه اشخاص اشتركوا مع المتهمين في ارتكاب الواقعه. معالي المستشار نقطه بس اخيره بخصوص انتفاء الاشتراك اللي هو الموجه اصلا لموكلي. معالي المستشار دفع الحاضر بخصوص دفع بانتفاء اركان الاشتراك معالي المستشار تطلب احد الصور الثلاث: التحريض او الاتفاق المساعده، وهو ما لم يثبت في حق موكله، اذ لم يثبت في حقه تواجده ولا تحريضه للجناه، ولم يكن هناك اتفاق مسبق معهم، كما لم يثبت انه قام بتقديم اي مساعده او مساهمه في ارتكاب الجريمه. معالي المستشار ولو تسمح معاليكم، المتهم محمد رجب جاء دوره عرضا وليه سبب، يعني هو اكيد ضابط التحريات ما ادركش اسمه في التحريات الاولى وعبثا وسهوا. معالي المستشار محمد رجب عائل لامه بعد وفاه والده، وعائل لاخته. لما قال لك طب انت كنت فين وقت الواقعه؟ قال لك انا كنت بجيب فستان الفرح لاختي يوم الواقعه. معالي المستشار ادراج اسمه كان نتيجه ان في واقعه كانت مع الضابط معالي المستشار ان في حد بيضرب واحده، فقام بابلاغ الشرطه وتعرض على النيابه وتم التصالح، وكان الواقعه كان فيها محامي. فمحمد رجب ما ذكر هنا الا مجامله ومصادفه، وليس له من الدوافع، وليس له من الاشتراك، وليس له من ارتكاب اي فعل في الجريمه. والحاضر معالي المستشار نهايه قدم مذكره باسباب الدفاع وطلب الحكم ببراءه المتهم تاسيسا على ما ابدأ. ثانيا ببراءة محمد رجب عبد الموجود اسماعيل